إياك والعبث بالحب فإنه يورثك الحسرة والجمود. مستمعينا لسه بنتكلم في الحب وبنسأل عن الأنانية في الحب. منتظرين تليفونكم على 3835022 والأس ام اس على 6162 وإيميل برنامج هواك @radioproduction.com. عندنا ايميلات كتير وعندنا اس ام اس وعندنا اتصالات، وخلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازيك يا اسمي؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ مش لازم اسمي، بس ممكن اقول لك قول الحزينه، قول المخدوعه، قول المظلومه، اختار اي اسم من ده وقول لي. الله 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 الله، كل ده؟ كل اللي انت عاوز تزود عليه كمان ده. طب قولي لي ايه الحكايه؟ الحكايه ان انا حبيت واحد جدا وانا كان مكتوب كتابي. يعني حبيتيه وانتي مكتوب كتابك ولا حبيتيه قبل ما يتكتب كتابك؟ كنت عارفاه قبليها واتكتب كتابي غصب عني في البيت لان كانت ظروفه الماديه ما تسمحش. ظروفه هو الماديه ما تسمحش؟ نعم. ظروفه هو الماديه ما تسمحش. الظروف الماديه كانت في الفتره اللي انا كتبت فيها كتابي ما كانش تسمح ولانه كان طالب. لغايه ما بقيتش قادره ان انا استحمل الوضع اللي انا فيه، ان انا مش قادره ان انا اسيبه او مش قادره ان انا اكون لحد تاني غيره. قلت خلاص انا استخرت ربنا فعلا ونهيت موضوعي الاسبوع اللي فات، وعلى اساس ان هو كان عارف، على اساس ان احنا خلاص ان انا خلص موضوعي ان هو يجي يتقدم وانا مش مستعده ان معلش واحده عشان ايه ابقى فاهم. انتي كنتي على علاقه بواحد وكنتي كان المفروض يجي يتقدم لك؟ وما جاش يتقدم لك علشان ظروفه الماديه صعبه؟ لا، كانت ظروفه الماديه في الاول وانا مكتوب كتابي. اوكي. لا معلش مش فاهم. ظروفه ممكن ان هو يقدر يخش بيت. معايا؟ بس انتي ما كانش مكتوب كتابك لسه؟ لا، كان مكتوب كتابي. يعني انتي عرفتيه وانتي مكتوب كتابك؟ لا يا اسامه، انا عارفاه قبل كده كمان. وفضلنا كنا بنحب بعض. اتكتب كتابي وانا كنت معاه. خطبت واتكتب كتابي. طب لما كنتي عارفاه قبل كده ما كانش عنده استعداد يخش يتجوز او ما كانش عنده استعداد؟ لا ما كانش عنده استعداد، وانا كان البيت عندي لازم، وانا البنت الوحيده اللي فاضله، فكان لازم ان انا ده يحصل. طيب وبعدين انا ما قدرتش ان انا اعيش من غيره، وقلت هواجه الدنيا كلها وعندي استعداد اخسر الدنيا كلها عشان خاطره. وفعلا نهيت الموضوع. كتب كتابك لواحد تاني وقعدتي قد ايه مكتوب كتابك؟ قعدت حوالي سنة، شهر واحد اللي فات او شهر 12. طيب والعريس اللي كان كاتب كتابك ده كان يعرف ان كان ليكي قصة قبل كده؟ لا ما كانش يعرف، لانه كان في بلد وانا في بلد تانية خالص، وكان الموضوع رسمي جدا، واللي هو واحد بيجي يزور خطيبته وخلاص، بس انا ما كانش في اي مشاعر من ناحيته. فانا لما حسيت بده ما قدرتش ان انا اخدعه اكتر من كده، وقلت اروح لحبيبي. انت معايا؟ معاكي. فبعدين انت اللي رجعتي له تاني حبيبك ولا هو اللي رجع لك تاني؟ لا احنا كنا مع بعض، احنا ما سبناش بعض اصلا. فاول ما حسيت خلاص ان انا فعلا مش هقدر اعيش من غيره، نهيت موضوع كتب الكتاب الاسبوع اللي فات. على اساس وان البيت عنده كله كان عارف بموضوعي، ومامته والدته كانت معايا جدا، وحصلت لي ظروف ان انا كان هو خطيبي، كان لازم عاوز حاجات ماديه عشان يسيبني ومش عارفه ايه، واتنازلت له عن كل حقوقي، المؤخر والنفقه وكل حاجه، ولو كان عاوز عليهم كمان كنت اديته، وهو حبيبي ده ساعدني كمان واداني حاجات عشان اخلص منه. وفعلا اول ما خلصت يا اسامه بيكلمني بيقول لي لا ما ينفعش، خلينا اخوات وخلينا اصحاب، وقاعد ينصح فيا وحرب. منك لله قلبي بيتقل من جوا، من اللي انا حاساه، ماشيه ومش شايفه انا قدامي ولا حواليا، بقى سهل عليك انك تجرحني وتظلمني انا وانت عليك. كان نفسي تجرب احساسي صعب عليا، يا ما قلت عليك ان انت اناني ما بتفكرش الا في روح، بتقولي عايش لك وانت عايش بس الروح، بتقولي
في مصر عندكم، واكيد مشغل العربيه سامعني. انا عاوزك تقول له حاجه يا اسامه، عاوزك تقول له ان انا بحبه جدا وان انا اخلصت له جدا، ومش معنى ان انا كلمته وانا كان مكتوب كتابي يبقى ده ممكن يحصل. انا فعلا حبيته اخلص. طب اهدي منك لله. طبعا انا خسرت كل حاجه، خسرت اهلي وخسرت الدنيا كلها عشان خاطره. طب انا اسال سؤال، اهلك هم اللي غصبوكي على كتب الكتاب؟ كانوا مصممين ان انا يكتبوا كتب كتابي لان انا بنت الوحيده اللي فاضله في انت عندك كام سنه؟ انا والدي كبير. عندك كام سنه؟ عندي 22 وانا والدي كبير وكان عامل عمليه قلب مفتوح، فكان نفسه يطمن عليا. انت فاهم؟ بس انا خلاص يعني انا حتى وقفت قدام الدنيا كلها، ومش هقول لك يعني انا اهلي زعلانين مني جدا بسبب حاجه زي دي. طب هو حبيبك ده لما كان عايش معاكي فتره كتب كتاب وكان بيتكلميه وبيكلمك وبتشوفيه وبتقابليه وخلافه، ظروفه الماديه في فتره السنه دي اتحسنت مش كده؟ يعني اتحسنت، وحتى لو ما اتحسنتش انا عندي استعداد ان انا اقف جنبه وهستحمل معاه، وقلت له هقف جنبك. بس انا مش عارفه ايه اللي غيره قوي كده. عشان انت ما وقفتيش جنبه من الاول. لا مش كده. طب هل كان الاحسن؟ هو اللي قال لي، وهو كان حتى معايا مفيش حاجه، وانا كنت في الفتره دي اتغصب عليا ما كانش بايدي، واول ما حسيت ان انا اقدر اقف على رجلي وان انا اواجه الدنيا كلها انا عملت كده وما قصرتش. اسامه انا لو كنت وحشه بجد او كده ما كانش زماني سبت خطيبي الاولاني. طب ايه اللي فرق وخلاكي تحسي انك جه الوقت انك تقدري تعتمدي على نفسك وتقفي قدام الدنيا كلها عن سنه؟ مش حسيت ان انا مش هقدر استغنى عنه بجد. يعني الاول كنت حاسه كان عندك استعداد تستغني عنه، دلوقتي لا؟ لا في الاول يمكن فعلا، يعني كل ما كان يوم بيعدي علينا كنت بحس ان هو حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. وسامع اصل الحب يعني ما هو الزرار انت بتتك عليه بيعلى في يوم وبيرجع يقل في يوم، لا. انا بس عايزك تقول له هو سامعني دلوقتي، قول له يريح قلبي، وقول له ان انا بحبه جدا وعندي استعداد كمان زي ما انا ضحيت عشانه. طب هو قال لك مش هينفع ليه؟ للاسف مش قادر يديني، يعني مش عارف يقتنع بحاجه، انا مش عارفه اقتنع منه بحاجه. يقول لي طب هرد عليكي النهارده، طب هرد عليكي بكره، طب سيبني افكر. يفكر في ايه بعد قصه الحب دي كلها؟ معرفش. وبعد ايه يعني؟ هو يعني بعد ما خلاني خسرت الدنيا كلها عشانه، انا مش قادره اتخيل ان هو يضحي بيا بالسهوله دي اصلا. عايزه الحق يا بنت الناس ولا عايزه؟ لا عاوزه الحق، بس ما تقوليليش سيبيه لاني مش هقدر، صدقني مش هقدر. عادي جدا. في ناس بنقول لها سيبوا المخدرات بيقول لك لا ما تقوليش سيب المخدرات مش هقدر. صدقني هو بالنسبه لي اكتر من المخدرات. خلاص يبقى هتموتي. يبقى هموت. هقول لك ايه، زي اللي بياخد مخدرات ونقول له سيب المخدرات ما يسيبهاش ويموت. اسمعيني يا بنت الناس اقول لك حاجه بس. عرفت معنى الحب اللي شايله في قلبي ليه، بص في عينيا جواك منها هتلاقيك، من اسمع حتى حبيبي ايوه اخاف عليك، وانت معايا ومش معايا بحس بيك. عرفت معنى الحب اللي شايله في قلبي ليه، بص في عينيا جواك من حبيبي هتلاقيك، من اسمع حتى حبيبي ايوه بخاف يسوي سواتي يحط لي القيمة ويفرح بلقياك، ما ظنيت تلقى حديد الصفات، يسهر ليال الحب عايش بذكراك، لا من لقيت اللي يحب ويحاتي، محبته يوم ويسيبك وينساك، بس اذكر انك بالمحبة مناتي، ولا غير طيفك في منامي وطرياك، انا اشهد انك بلقى لك مباتي، عايش وسط قلبي زمانك ومرباك، دامك تبي تبعد لا تنسى غلاتي، يا ما حلفت اني حبيبك ومضناك. منك لله قلبي بيتقل من جوا من اللي انا حاساه، ماشيه ومش شايفه انا قدامي ولا حواليا، بقى سهل عليك انك تجرحني وتظلمني انا وانت عليك.
كان نفسي تجرب احساسي. صعب عليا